الليله التفافكم حول القوات المسلحه ده، احنا قلنا يوم الجمعه دي تكون انطلاقه عشان نمشي نحرر كردفان، عشان نمشي نحرر دارفور. وفي سنه الله في الكون انه الحق ده منتصر، ما خذلنا ربنا ولا خذل الامم القبان. اي زن ناصر الحق وقف مع الحق ربنا نصره في موجز قصص السابقين. سمعتوها حسي تقيف مع الباطل، الآية بتجيك حيجيك البل. ما حنتكلم عن بداية الحرب وأسبابها، حسي احنا فيها. الناس اللي اتغافلت عن دارفور وكردفان بحجة انه والله يا اخي ما عندنا معاهم شغلة. في ناس خدوا البندقية وقالوا احنا والله لحد هنا كفاية، حتى لو غيروا رايهم ولا ما غيروا رايهم. ما انت هنا خليت انطباع سيء في نفوس الناس اللي وقفت معاك، انه انت يوم من الايام ممكن تخذلهم. بالمناسبة الخطوة دي كانت خطوة ما مدروسة وغلط وخصمت منك كتير. ناس الكلها وقفت قالت احنا لحد هنا، سافروا اطلعوا والبدوا يحكوا عن ذكريات المعركة دوبة بدت تحسي ذكريات شنو؟ المعركة هسه دوبة مدورة. ناس اللي ما استوعبت الدرس ده واللي اتخاذلت والبعدت، ما قبل كده المعركة دي مدورة في دارفور وفي كردفان عشرات السنين. ناس كانت ملهية. لما الحاجة دي جاتك انت مفروض تكون اخذت الدرس واستوعبتها، انه احنا نمشي نقضي على جذور المشكلة دي. جذور المشكلة ولله الحمد والمنة حتى البر السودان ربنا سبحانه وتعالى جمعوا اللينا كلهم، جابوا اللينا في نيالة احزاب 56 المتملغين أسر السادة عواهر قاع مدينة جونا معاهن الدعم السريع والمرتزقة، قعدوا لنا في حتة واحدة نمشي نضربهم بضربة يد من حديد. متحركات يوم القيامة، متحركات الجحيم، تمشي تشعل في الناس ديل نار الخلاص والحرية، ننتهي من موضوعهم ده. لكن الناس اللي هنا بيضعوا في ظهرنا في الشهور اللي فاتت شغالين ما تمشوا براكم، ما عارف شنو، ما كونوا لهم حكومة. أول حاجة أصدروها عينوا لك أنت والي وحاكم يخاطب المجتمع الدولي والعالم الخارجي. والناس حسي فرحانة بموقف الاتحاد الأفريقي، فرحانة بموقف الجامعة العربية، فرحانة بموقف أمريكا، بموقف السعودية، بموقف مصر، كلهم الرافضين لتأسيس حكومة تأسيس في نيالة. الله ده ما عزيز في السماء. أقسم بالله العظيم شهرين بس، شهرين ما حيتموها. يعني من الكلام اللي أنا بقول فيه ده تحسب شهرين كلهم حيعترفوا بها، كلهم حيعترفوا بها. محلليننا، سياسيين، الناس اللي بيطمنوا فيكم حسي يقول لك لا الموضوع ده منتهي. الموضوع ده ما حينتهي إلا بوقفتكم انتوا. الحل الوحيد لنهاية المؤامرة دي القوات المسلحة تتقدم الصفوف وخلفها الشعب السوداني، بالمستنفر، بالمقاومة، بالتكية، بالأموال، بالأبناء، بتصدر القضية دي والملف ده أولى أولوياتنا. لكن إنه بالسياسة، بإنه والله يا أخي بالهرشة، بإنه أمريكا ما اعترفت بأي نظام. أمريكا ما اعترفت بالحكومة الثانية في اليمن في النهاية، لدرجة إنه رئيسه كان قاعد مع 10 من أبنائه في قصر محمد بن سلمان قفل فوق الباب. نفس العملية دي عملها في ولد سعد الحريري في لبنان، جاهوا زيارة تربسوا في الأول ما معترفين، طلعت بقت حكومات. حكومة ليبيا الثانية ما كان معترفين بها. حفتر أمريكا ما معترفة به، هسه بقى فصيل وقائد وحكومة. ما تسمع الكلام ده. دول كلهم بيتحركوا بتعليمات مخابرات في التوقيت الأول عشان يوقفوا حراكنا ويوقفوا عزيمتنا وتصدينا. قالوا لنا والله احنا ما معترفين بها. الناس يقول لك يا اخي مجهودكم ده خلاص وفروا، ما الحكومة دي خلاص بقوا ما معترفين بها. انت غلط. بعد شهرين تحدي
تحد قدوم ليه قدوم. اقسم بالله العظيم شهرين ما تتم من الليله حتسمع الجامعه العربيه حتعترف بالحكومه دي، حتسمع الاتحاد الاوروبي حيعترف بالحكومه دي، حتسمع الاتحاد الافريقي حيعترف بالحكومه دي. واقسم بالله العظيم السعوديه رقبتها الليله دي اقسم بالله بعد شهرين حتعترف بها، واقسم بالله العظيم مصر رقبتها دي بعد شهرين حتعترف بها. انتوا فيه وانا فيه، انتوا فيه وانا فيه. الحل الوحيد انه احنا نعمل. ما تحركت يبقى الشيطان بيلعب بك. اول من تلقى فيه مؤامره فشلت، اول من تلقى فيه مؤامره وقفت، اول من تلقى فيه حاجه وقفت، طوالي تتساءل هل انا عندي يد في الحاجه دي؟ هل انا تصديت للمؤامره ولا ما تصديت؟ لقيت روحك ما تصديت، ما تحركت، يبقى المؤامره دي عاملها الشيطان. وقفها في مرحله معينه يفصل منك انت الطاقه، خليك تتلهي في حياتك، افتحوا جامعاتك، تمشي مدرستك، بكره صباح يجي يبلك. الموضوع ده انا وريتكم، جيت اتحملت المسؤوليه امام الله عز وجل وامام نفسي في المقام الاول وبس. انا قدامكم ما عندي شغله، قدام الله ونفسي بس، ما عندي معكم قضيه. انتوا ما عارض عليكم المسؤوليه دي، ولا انك انت والله تثبت اخلاصي ونيتي، الله عز وجل بس. وانا عارف نفسي بقول في شنو بعمل في شنو. احنا الحاجه دي لازم نوقفها احنا، والحاجه دي لازم نعمل عشان احنا نعمل على اساس انه نوقفها. ما عملنا الحاجه دي يبقى ده الشيطان. لما نركب الحيطه وبعدين ما نقعد نتلفت ونتبكى. طبعا بالتاكيد التعليقات واقفه، والله ما اعرف انا شغال ولا ما شغال. امس برضه ضربوه، الليله برضه شكله حيضربوه، قبل ما يضربوه نخلص كلام. شغال كويس يا حبايبي، كويس شغال. داني شغال كويس. طيب احنا دايرين نعمل حاجة جادة، حاجة واضحة. هاشتاج كمل في 3 يوم ابطل المؤامرة دي. اي مبررات تانية حتجيكم اللي هو انه والله وقفوها عشان دارين يتدارسوا، وقفوها دار يشوفوا موقف السودان، هل حيعترف بدولة فلسطين؟ احنا معترفين بدولة فلسطين قبال ما تعملوا لها تصويت، معترفين بها قبل ما ولا تسألوني ذاته، او انا ما تسألوني، معترف بها اصلا. دارين يشوفوا موقف السودان من الهنا في شهر 9. ما هو قلتوا قبل كده في عيد الجيش 14/8 لازم البرهان يقعد مع حميدتي في جنيفا. جا العيد بتاع الجيش ومرت السنة وحتمر السنة، ما في حاجة دي بتحصل. وقفت وفشلت عشان وقفتكم انتوا. المؤامرة بتاعت الدولة دي هي كانت ضغط على الجيش، هم صانعينها عارفينها ما حيكون عندها وجود في السودان. برا حيعترفوا بها لكن في السودان ما عندها وجود، لكن حيعملوها في مرحلة يوازوها بحكومة البرهان. حيجي يقولوا للبرهان يا اخي احنا حنوقف الموضوع بتاع حكومة نيالا ده بشرط انه ترجع الدعم السريع في سودان موحد في حكومة موحدة، وده اللي حيطرح له في النهاية ككرت بتاع الضغط. انتوا لازم تصدوا للحاجة دي. انا اللي عليه عملته، قلت الناس دي يا اخواننا بأضعف الايمان نعمل هاشتاجاتنا دي حنوحدها كلها وهي موحدة والناس شغالة فيها وما وقفت، كل الناس شغالة فيها وما وقفت. هنواصل في هاشتاجنا. يوم الجمعة ده دايرين عمليا في الميدان، دايرين قواتنا المسلحة دي تتحرك